حقق المصري محمد صلاح نجم ليفربول رقما تاريخيا جديدا بعد قيادة فريقه للفوز على نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز. وصنع محمد صلاح هدف فوز ليفربول على نيوكاسل بنتيجة 2-1 في الجولة الثالثة من البريمير ليج، والذي حمل توقيع المهاجم الأوروغواني داروين تونيز. ورفع صلاح بذلك الهدف الذي صنعه إلى نيونيز عدد تمريراته الحاسمة في الدوري الإنجليزي إلى الرقم 61. وتساوى صاحب 31 عاما بذلك مع الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي السابق لتقاسم الثنائي عرش أفضل صانع أهداف إفريقي وعربي في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز. وكان محرز انتقل إلى صفوف الأهلي السعودي هذا الصيف بعد الفوز بثلاثية مع مانشستر سيتي في الموسم الماضي، لكن المفارقة أن صلاح احتاج 50 مباراة أقل من نظيره الجزائري لتحقيق ذلك الرقم التاريخي، حيث لعب النجم المصري 234 مباراة حتى الآن في البريمير ليج، بينما خاض اللاعب الجزائري 284 مباراة. وفضلا عن كونه أفضل صانع أهداف إفريقي، فإن صلاح بعد يعد أيضا أكثر لاعب إفريقي تسجيلا للأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز والأكثر مساهمة أيضا. وأسهم صالح في 201 هدف بالبريمير ليج بتسجيله 140 وصناعة 61 هدف بواقع هدفين وتمريرة حاسمة مع نادي السابق تشيلسي، و138 هدفا و60 تمريرة حاسمة بقميص